صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر، صباح احلى مسا على احلى متابعين. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. يلا صلوا على النبي يا حبايبي. عايزه اقول لكم دلوقتي اللي هو رضا قال حاجه على اللي هي الفازه اللي فيها التراب. هقول لكم السر فيه ايه وكل حاجه. اول حاجه بقالنا زمان ما اتكلمناش عن نوقه، انا سايبه كل واحد يتكلم ما بيتكلمش. عايزه اقول لكم اللي هي اما بتعمل اللي هو اشترت الانتريه اول مره يا حبايبي اكنها اشترت انتريه. يعني انا قعدت اضحك ضحك اللي واحده في حياتها بقالها 20 سنه ما اشترتش حاجه، قاعده على اللي هم الاساس او العفش بتاع اللي هم الناس العواجيز، اذا كان بتاع الطيار ولا ميسي جانو. بصراحة فعلا يجيب حالة سلبية او حالة اكتئاب فعلا. والله انا لو قاعدة مكانها كان والله فعلا يجيلي اكتئاب. جت بقى قالت لك اجدد، قلنا هتكذب، بس هي عشان بقى ايه ما طلعتش المرة دي، قالت اما اجيب ايه كنبة ولا اللي هي عملتها دي واجدد. وعايزاها بقى يا جماعة ودي فرحانة، وأول مرة نحس الواحدة فرحانة وعايزاها ترند. أنا عايزاها ترند، ترند على كنبة اشتريتها أول مرة في حياتها تشتريه. والله العظيم الواحد قاعد يضحك. جانا نشوف بقى الناس كلها يقول له ايه كمية الزبالة اللي عندها دي، بطريقة ما بترميش حاجة خالص. زي ما تكون يا حبايبي اللي احنا عندنا كان في امريكا الناس بيجيبوا الحاجات من الجاربش. يعني كان كل حاجة بتترمى في الجاربش، لا مؤاخذة الزبالة في أمريكا. كل حاجة بيرموها، الأنترات، الصالونات، التكييفات، البوتاجازات، كل حاجة بيرموها بتترمى كده. يا رب إن شاء الله يعني يكون لنا بإذن الله. يعني ادعوا له كده وأنا أصور لكم كل حاجة إن شاء الله هناك بإذن الله. ما كل حاجة هي بقى زي ما تكون هي بتلم الحاجة دي من الجربش اللي هم الزبالة دي وعينها في البيت بتاعها عبارة عن زبالة، ما بترميش حاجة خالص. حتى الناس يقولك ده كمية العنكبوت والتراب والقرف دي. انت قاعدة انت كل شغلك اللي انت تعمله فيديوهات، مرة الصبح مرة الظهر مرة العصر مرة بالليل، بس مفيش حاجة اللي انت تنظفي شقتك او بيتك الكلام ده. ايه ده؟ يعني الناس مستغربة اللي كمية الزبالة والقرف ده والحاجات دي. الواحدة المفروض انتي بنت، بتقول انتي بنت ناس اكنكم يعني عيلتها دي ما اشترتش اي حاجة جديدة، عايشة على الموضوع ده بس. يعني المفروض انتي مقربحها ما شاء الله عليها، المفروض تجدد تخلي البيت ده. يعني في واحدة، يعني في ناس كتير عايشين بره شو انضف من كده واحسن من كده. بس هنقول ايه، هي خدتهم بقى على كده وعاشت مع وخدت مش يعني سرقت بقى الطيار وسرقت ماسو جانو وقعدت كده. اللي عايزين نسأله يا حبايبي في الموضوع ده، بيت ميسو جانو برضك مين اللي سكنه؟ احنا قلنا اكيد كيمو هو اللي سكنه عشان ما ادتهوش لبنته. مش هي جت قالت بنتي هي اللي اشترته بكارد؟ فين؟ احنا مش شفناش جابت تصوير بقى كل اللي قاعده تصوره اللي ما جبناش بنتها خدته ولا ايه؟ هي جابت بان كيمو حبي انا هو اللي خد. وبعدين اما هو بينه وبينك لقاها بقى هبتولة والكلام ده ومصروع على الجواز ولا الكلام ده وكل حياتها فيديوهات والكلام ده، طفش خدت 8000 سرقها زي ما هي قالت وطفش منها. بس عايزين نعرف مين اللي مسكن. هي مش عايزة تقول مين اللي مسكن، ولا هي عايزة مش عايزة تقول اللي سكنه هيدخل لها ربح قد كده، عايزة تدعي الفقر. ما هو كده اكيد سكنته وهي تستخسره ببنتها وتسكنه الغريب عشان تاخد الفلوس. هي تعمل حاجة زي كده والله؟ اذا كان بقول لك راجعة مصر عشان الدور عليها في في التموين في بطاقة التموين كم كيس سكر هي الدور عليه بنتها. والله العظيم عايزة اقول لكم اللي هي برضك ماسكة. نكمل بقى روتينات اللي هي بتعملها الايام دي، بتقول لك الروتينات ما بتجيبش مشاهدات. لا ده يا عم انت عايزه تعمل مشاهدات باي طريقه، مصدرنا التوته بتاعها غلط. يعني عيب كده اللي انت تصدري اللي انت عارفينها كده وتصدريها واحده واحده تقولي قال الله وقال الرسول وبصلي وتعملي وبتقلدي الناس اللي بتعمل روتينات ولابسه الضيق وتصدري لنا كده. انا والله العظيم استحرم اللي انا اصور الصوره اللي هي مصوراها دي او الفيديو دي واحطها قدامكم، هكسب سيئات. والله العظيم اللي انا اعمل حاجه زي كده واحطها لها
اللي انا هكسب سيئات. اللي انت تصدري كده يعني اللي انتوا تشوفوها وتصدر وتعملوا روتينات اللي هم بيعملوا عشان المشاهدات، وشغاله روتينات الله ينور. حتى الناس بيقول لك اخر فيديو اللي هي عاملاه كان فيه شفناه بقع قد كده عند اللي انتوا عارفينها، وهي ما تحوشاش في المونتاج ولا تغير البنطلون، بقع قد كده. في ناس بيقول لك عليها اللي هي بتاع الستات دي، بس لا ده راحت عليها، ده 60 سنه يا جماعه، 60 سنه هيجي لها ازاي دي يعني؟ او انتوا فاهمينها، مش عايزه اقولها لان الفيديو اتعمل، انتوا اكيد شايفينها. وفي ناس يقولوا وساخه، طب ما غيرتيش البنطلون ليه وتصوروا بوه بالمنظر ده ليه؟ عشان الناس تعلق ويزيد عليك المشاهدات وتعملي كده؟ يعني في واحده بنت ناس بتقول انا بنت ناس وبنت ناس تعمل اللي هي بتعمله ده، واختها جايه سمعت اقول لك ايه ده؟ الناس يعني انت ما قلتش لاختك عيب؟ يا اختك مش محترمه اي حد، ملهاش كبير ولا هي شتمت فيكم كلكم. ماسكه عبير، قالت ماسكه عبير، عبير ولا خدت رضا ولا اتجوزت رضا ولا كان عينها من رضا، واكتشفنا اللي هي القرعه. هي عملت لك ايه؟ الست كان رضا بيشكر فيها عشان محترمه ومؤدبه، عشان كده، عشان محترمه ومؤدبه انت متغاظه اللي هو بيشكر فيها، ولا بتطلع تتكلم في سيرتك ولا اي حاجه، ولا خدت رضا. ماسكه القرعه عملت لك ايه؟ القرعه لو هي كانت زي ما انت قلت خاينه لبلدها، انت خاينه اكتر منها. لو هي خاينه كنت بلغت عنها، كنت مسكت فيوزات كده وودتها في داهيه وانت مغل منها. لكن الست مش ماسكه عليها حاجه، الست بتحب بلدها. انت اللي خاينه لبلدك، اللي بتشتمي ببلدك وبتشتمي وتقولي ده فيها وفيها 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 وناسها 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 وناسها. انت اللي ما عندكيش اصلا اصل، وانت اللي بتخوني بلدك. الست لو انت ماسكه عليها وبتعمل كده ما كنت زمانك فياسك ومسكتيها وزلتيها. لكن الست ما بتعملش حاجه وحشه، ست محترمه ومؤدبه وبتحب بلدها واسلمت وما بتجيبش في سيره حد. عايزينها بردك شتمت اللي هي جوزها يحيى، قاعده بردك تشتمه. يا خرابي، هو واحد مش معبرك بتتلزقي فيه ليه؟ ولا بيطلع لقناه ولا عايز مشاهدات ولا عايز ارباح، وعايش يمكن عايش مش على قد. بس والله العظيم انت لو انت عامله له اللي انت بتقولي عليه ده ما كانش سابك. اكيد في حاجه نفرت منك، يعني على جيافتك، على اللي انت مصروعه على الفلوس، على اذا كنت بتبخلي على اولادك. انا اللي بشوفه اللي انت ولا علمتي، انت اللي فضحت اولادك، بتفضح حتى اولادك، ولا علمتهم تعليم كويس ومبهدلهم في شغلانات اي كلام، ولا بتساعدوهم. وعلى رايك رمتهم واتبعت للجواز وكل حاجه، الجواز العريس الجواز قدام بنتك الصغيره. ايه ده؟ ما شفتش واحدة زي كده اللي ماسكة الجواز قدام عيلة صغيرة لسه ما اتجوزت. طب سطري بنتك واتكلمي الأول، ولا خدي بنتك عندك واحتويها، حسسها بالحب. البنت مش شايفة عنك أرباح الثلاث قنوات اللي طول النهار قرفانة أفتح ده ألاقي كل ساعة فيديو، كل ساعة فيديو. إيه ده؟ وتقول عليها قروض وتدعي الفقر. وإيه ده انتوا ما شاء الله، ده انتوا مليونيرة على كده. بس انت اللي مش مبينة، زي ما مسكت ام عبود عشان تجيب لك فلوس من اخواتنا اللي في السعوديه، ومسكتيها وطلعت عليها كلام عشان ما رضتش، وقالت لا يمكن هي غسيل هدوم ولا حاجه انا ما اجيبش الفلوس دي. وشتمت الست ام محترمه ام عبود اللي عارفه ربنا، ومسكتيها. ومسكت ام بدر وقلت عليها بردك ده انا معايا فيوزات، وفضحت ولادها وخلتك بردك عشان هي كده هتشتكيك هناك. مسحت الفيديوهات وخفتي، ما سبتش حد، ما سبتش اخواتك. لما قلت لاختك انت بنت حرام وقلت لابويا ده ابويا دي كان عواطلش، وقلت على ما اعرفش اختك دي سودا بستعر منها، واخوك اللي احنا الناس اللي طالعه بقول اللي انت دي ده بياخد، مش عايزه اقول بياخد ايه من الناس. قلت على كده يعني ما سبتيش حد الا لما التلاته عليه. عايزين نقول فين اخواتك؟ فين ام بدر؟ فين كوبو حبه انا؟ فين زيزو؟ في مفيش، ملهاش عزيز ولا لها اي صديق ولا لها، ملهاش اي حاجه يا حبايبي. الست دي ملهاش اي عزيز في اي حاجه، عشان تعرفوها على حقيقتها. بس دي اللي عايزين نقوله.
هي بس ما تتاجرش بالدين، تعمل حتى المحتوى الروتين. يا خراب استغفر الله العظيم يا رب، حتى المحتوى اللي بنقول محتوى بتجيبيه عشان احنا ننقدك والناس تتكلم عليكي باللي انت تصدر لنا مش عارفه، او تلبسي لنا حاجات مبقعه قد كده عشان نقول دي ايه ودي ايه ودي ايه. ايه ده؟ ما شفتش؟ اه بتقول لكم بقى انا مش هجيب شغاله. يعني انت مش عايزه تجيبوا واحده تسترزق تقول لك لا ده بقوا غاليين دلوقتي، ده انا كنت زمان باخد الساعه ب5 يورو، ساعه ب5 يورو والحسابه بتحسب. يا انتي مش عايزه، كانوا ربنا بيخليكي تسترزقي، مش عايزه تسترزقي واحده غلبانه وتجيبي لها تشتغل. ده بيبقوا ناس يعني مش لاقيين، وانتوا مشاهداتك عايز تساعدك في الزباله اللي انت عايشه فيها دي، تساعدك فيها. دلوقتي تيجي تقول لك ده انا ايه، لا انا عامله لنا الفازه دي بقى. اقول لكم بقى الفازه دي فيها ايه. الفازه دي يا اولاد فيها التراب اللي هم الموتى، اللي هم زي الهنود كده. اما هم في ناس عايزه مثلا يحرقوهم ويفضلوا التراب عندهم. دي ناس يقولك ده بتاع الطيار. لا مش بتاع الطيار. الطيار ما كان بتزوره في القبر وتقعد تبربر عليه والكلام ده وتقول انا رايحه ازوره والكلام ده. لا مش بتاع ام الطيار. رضا قال لك بتاع ام الطيار، بتاع ام الطيار. لان هو قال لها وصيه اللي هو خليها، وهي خلتها ليه؟ لان الناس عليها بيبقوا هم بيعملوا ايه، اللي عايز مثلا ان هي بتسحر للطيار وتسحر لميسي جانو اللي هم يكتبوا لها البيت باسمها. لكن هي ما سحرتش بقى رضا. يا رضا حيلته ايه عشان تسحر له؟ هو لو رضا غني كانت سحرت له وجريته. يقول لك انا اللي هصرف عليه؟ لا خلاص بقى انا مش عايزاه. هو ده التراب ده هي محتفظه به. عشان كده هي لو واحده عندها دين وضمير كانت زمانها رميته وحرقت البتاع ده ورميته في اي حته في الزباله. لكن هي محتفظه بيه، يمكن تحتاجه. قالوا التراب ده للسحر، عشان كده محتفظه به. طب انت الناس بتنظف يقولوا لك طب انت بتنظفي، طب التنظيف ده طب انت ما بتشيليش التماثيل المقرفه ليه اللي انت حطها دي، اللي بتحوش الملايكه؟ ما بتشيلهاش ليه؟ ما بتشيليش الحاجات المقرفة دي ليه؟ ده بتصلي قدامك التماثيل ليه؟ ده القبلة قدام التماثيل وقدام البراويز المقرفة اللي انت حطاها، اللي انت عاملاها. طب انت ازاي بتصلي؟ ازاي دي واحدة بتتكلم يا جماعة، بتتكلم بالدين محدش يصدقها في حاجة بالدين. دي الواحد كله بننقضي عشان ما بتتاجر بالدين، اللي هم بيقولوا حاجات ما بيعملوهاش. ومحتفظة بالفيديوهات اللي هي شتمت اختها يا بنت الحرام عشان تجيب لها ارباح، اللي هي قصة سيدنا يوسف بتحتفظ بالفيديوهات دي برضك عشان تجيب لها ارباح. لو واحدة عندها دين تحذف الفيديوهات دي خالص. ما بتحذفش. عايزة مشاهدات وعايزة ارباح. ولا مشاهدات 37,000 يا خرابي. عايزة تبقى ترند في ترند. هي تعمل اي حاجة عشان تبقى ترند. هي بتحب القنوات يا جماعة، اللي انتوا ما تزعلوش مني، اللي هم متابعين، اللي هي عايزة، هي اللي بتعمل كده عشان الناس تتكلم عليها. هي عايزة كل القنوات تتكلم عليها ويشوف الفيديوهات وتبقى ترند. هي ما يهمهاش غير الفلوس بس ما بيهمهاش، ولا بيهمها اولادها، ولا بيهمها اي حاجة. وبتدور على عريس رابع، عرس ايه، تونسي جزائري بقى. هي لسه تدور على تونس والجزائر. هي خدت المغرب لسه تونس والجزائر تدور عليهم. إيه اللي عايزه اقوله يا حبايبي؟ وانتوا عرفتوا كل حاجه. وما تنسوش بقى اللايك، وقولوا له ايه رايكم في التعليقات، وايه رايكم فعلا زي ما انا قلت لكم التراب هو في ايه، وزي ما انا قلت لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.